السلام عليكم. احلى طبق كشك بالجمبري. يلا بينا هنشوف النهارده هنعمل الكشك دوت ازاي. واوعي تنسيني باللايك. ويلا هنسمي الله مع بعض كده. ومعايا حله على النار وهنزل فيها كده بشويه من الزيت. ومعايا هنا بصلتين مقطعاهم بالشكل ده، وهبتدي اشوح البصل لغايه ما هياخد معايا كده لون اصفر. هبتدي بعد كده انزل على البصل بنص معلقه من الثوم المهروس بالشكل ده، وهشوحهم كده مع بعض. ومجهزه معايا نص كيلو من الجمبري مقشراه، وهبتدي انزل بيه كده اشوحه مع البصل والثوم. واول ما هيبتدي الجمبري هياخد معاكي اللون، هنبتدي ننزل عليه بعصير الطماطم، حوالي كده كوبايتين من عصير الطماطم. هسيبه كده ياخد بس غلوة كده فيه. ومعايا هنا البهارات بتاعتي ملح وشطة وفلفل اسمر وكمون، وهسيبها كده تاخد غلوتين. وهكون هنا مجهزه معايا اهوت القشر بتاع الجمبري. انا طبعا مرميتهوش، استفدت بيه كده وسلقته عشان اخد كده الشوربه بتاعته. برضو هتدعم معايا طعم الكشك وتخلي طعمه جميل. هدوب كده في الشوربه ديت معلقتين من الكريمه اللباني، وهحط كمان حوالي معلقتين ونص كده من الدقيق، وهقلبهم كده كويس قوي مع بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعدين هقوم بقى نازله كده بمعلقه صلصه كده هدعم اللون كده بتاع الكشك معايا. بعدين هقوم نازله عليهم كمان بالايه الخليط اللي احنا عملناه، دقيق والكريمه، وهقلب كده كويس قوي. واول كده اما هيبتدي الكشك يغلي معايا كده غلوتين ويبتدي يتقل كده وياخد قوام كده، الكشك بتاعنا بقى جاهز. واحلى طبق كشك تاكلوه بالالف هنا وشفا. باي باي.